الشؤون الخاصة تفتح الليل. الحمد لله. معاملة طيبة. الحمد لله. الحمد لله. أصبح رئيس شركة الاتصالات السعودية السابق سعود الدويش أول مسؤول سعودي يتحدث عن ظروف احتجازه وبقية الموقوفين في فندق ريتز كارلتون الرياضي على خلفية قضايا فساد عام. وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بينهم أقارب الدويش صورا تظهر أن السلطات السعودية أفرجت عن الدويش بعد إبرام تسوية مالية معه على ما يبدو. ونشر النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو يظهر فيه الدويش وهو يتحدث إلى ما بدا أنهم مهنئون له بخروجه من الاحتجاز. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة إطلالة على العالم.